سنك او سنك فوق ال 35 سنه وعايزه تحافظي على شبابك وتقاومي الشيخوخه المبكره، عايزه تحافظي على الكتله العضليه. دلوقتي بنتكلم عن الرجاله وبرده السيدات. عايزه تحافظي على الكتله العضليه، عايزه وزنك يبقى كويس، عايزه مفاصلك ما توجعكيش وانت بتعملي شغل البيت، او لو انت راجل بتلعب جيم او بتشتغل. او في الحلقه دي هعلمك ازاي تستعيد شبابك زي الممثلين والمطربين كده، بشرتك على طول تبقى نضره وما فيهاش تجاعيد، ازاي تحافظ على الكتله العضليه، ازاي تحافظ على قوتك وحيويتك، ازاي تحافظ على شعرك، ازاي تحافظ على صحه عظمك وغضاريفك وكل الحاجات دي علشان تعملها من اوت سورس، من مصدر خارجي. هتروح الصيدليه هتشتري كولاجين، في كولاجين للبشره وفي كولاجين للعظم والمفاصل. عشان نشتري الباكج ده عايزين لنا كل شهر مش اقل من 1000 ل 1500 جنيه، عشان كولاجين مهم جدا جدا لجسم الانسان، ومعدله في الجسم بيبدا يقل من 30 متصاعدا، 30 35 40 بيبدا يقل. علشان كده بتحصل حاجه اسمها الشيخوخه. طب ازاي بقى نحارب الشيخوخه وازاي نعمل الكولاجين الطبيعي ده في البيت علشان نحافظ على كل الحاجات دي ما تجيلناش ويفضل عندنا 35 و40 و45 و50 واحنا مظهرنا شباب وقوتنا شباب وعظمنا مية مية والكتلة العضلية تمام. وبالنسبة للسيدات طبعا بيهتموا بالشعر وبالرموش وبالضوافر والكلام ده كله، هتفضل محافظ عليه لأفضل وأطول، مش أفضل، أطول فترة ممكنة. تعالى بقى مع بعض نعرف ايه سر الكلام ده. سر الكلام ده الكولاجين. الكولاجين هو نوع من انواع البروتينات، ولكن احنا ممكن ناخده سبلمنت، ممكن ناخده مكملات، وممكن نعمله في البيت بطريقه سهله جدا ومش مكلفه. طيب بس في حاجه لازم اقولها لك قبل ما اقول لك الكولاجين ده انت ازاي تزوده في جسمك وازاي تخليه مستواه عالي على طول في جسمك عشان ما تعانيش من اي حاجه من الحاجات دي. طبعا معلومه بسيطه كده، دي سلسله احنا عاملينها، سلسله اللي اسمها فوق ال 35. اي حد سنه فوق ال 35 السلسله دي هتبقى عباره عن حوالي 10 فيديوهات مفيده جدا جدا جدا، هتوفر عليك كتير وهتخليك تحافظ على شبابك وقوتك ونظرك وعظمك وكتلتك العضليه وتفضل على طول محارب الشيخوخه لاطول فتره ممكنه. فدي اول حلقه من السلسله دي. الكولاجين هو زي ما قلنا نوع من انواع البروتينات ولكن تقيل شويه، يعني نوع من انواع البروتينات المعقده التقيله شويه على المعده. فهنقول الكولاجين هتاخده ازاي، بس قبل ما اقول لك الكولاجين هتاخده ازاي لازم تفهم ان لازم يكون حركه الهضم عندك ما فيهاش اي مشاكل، يعني ما بتعنيش من اي مشاكل من مشاكل الهضم. لازم تكون حركه الهضم عندك شغاله بشكل طبيعي جدا، لانه نوع من انواع البروتينات التقيله والمعقده اللي بياخد مجهود كبير جدا في الهضم. رقم اتنين، في حاجات بتدعم الكولاجين عشان جسمك يمتصه ويبدأ ينتجه بشكل كويس، وحتى لو انت بتاخده من مصدر خارجي هو يدعمه علشان جسمك يستفاد بيه بشكل كبير جدا ومفيش نسبة كبيرة منه جدا تتهدر. زي ايه؟ زي فيتامين سي. فيتامين سي من اهم الحاجات اللي لازم تاخدها بعد سن ال 35 مع الكولاجين، علشان هو ده اللي بيدعمه وبيحفز انتاجه بشكل كبير جدا. عشان كده دايما يقول لك فيتامين سي بيقوي المناعه وحلو جدا للبشره. طب ليه هو حلو جدا للبشره؟ عشان بيدعم الكولاجين وبيزود انتاجه في جسمك. الحاجه اللي بعد كده فيتامين الف، دايما يقول لك برده فيتامين الف حلو جدا للبشره والعظم والضوافر والكلام ده كله. طب ليه؟ وللنظر، لان برده الكولاجين مهم جدا للنظر. تمام. ليه فيتامين أ مهم؟ علشان برضو بيدعم الكولاجين وبيخلي جسمك يمتصه بشكل أفضل وبيساعد على الجسم إن هو يمتصه وياخد أعلى كفاءة منه. فلازم فيتامين سي وفيتامين ايه. فيتامين سي موجود فين؟ موجود في الجوافه، في البرتقال، في الليمون، في اي حاجه فيها فيتامين سي. انا ما باكلش الحاجات دي خالص، ممكن اجيب مكمل فيتامين سي من الصيدليه، سعره مش غالي، تقريبا بدايه من 25 جنيه لحد زي ما انت عايز، بس انا بفضل دايما الاورجانيك سورس، المصدر الطبيعي. يعني احب اخده من الفاكهه، احب اخده من الجوافه، احب اخده من الليمون، احب اخده من البرتقال، ده يبقى افضل كتير. فيتامين ايه موجود في البيض، موجود في الجبنه القريش، موجود في حاجات كتير. برضو مش قادر تاخده، ممكن تاخده من مصدر بره. وبرضو فيتامين اي وفيتامين سي في الصيدليه مش غاليين او انواعهم كتير جدا. طيب المهم بقى الكولاجين اللي هو سعره معدي ال 500 لحد ال 1000 وال 1000 ونص، ده انا اخده ازاي؟ حاجه اسمها شوربه العظم. انا بعتبر شوربه عظم البقر دي شوربه سحر. سحر بتوفر لي 1000 جنيه كل شهر، ده غير التوفير في الصحه والكميه الغذائيه، العناصر الغذائيه اللي باخدها منها. بص انا معرفش سعر يعني عظم البقر ده اللي هي الماسوره اللي بتتباع عند الجزار، انا معرفش سعرها كام، بس تقريبا سعرها لا يتخطى يعني ال 30 40 جنيه.
وممكن تعمل لك حله كبيره جدا ممكن تشرب منها 3 ايام و4 ايام. كل اللي هتعمله انك هتجيب عظم البقر ده من عند الجزار وهتحطه في حله، وهتحط معاه ميه وهتسلقها كأنك بتسلق لحمه جدا، ما فيش اي مشاكل. بس هي الفكره انها بتاخد شويه وقت على النار. فلو انت عايز نسبة كولاجين عالية جدا بعد ال35، عليك وعلى شوربة عظم البقر. كده احنا عرفنا بتتجاب ازاي. طبعا الكولاجين موجود في حاجات تانية، موجود في السمك وموجود في الفراخ وموجود في البيض، ولكن الكمية اللي بتبقى موجودة في شوربة عظم البقر دي كمية مهولة. يعني انت لو كل اسبوع عملت حلة زي دي وشربت منها على مدار يومين 3 4 مع البيض بقى، مع الجبنة القريش، مع السمك، مع الكلام ده كله، كده انت يعني خدت الكمية المناسبة. بس في ملحوظة مهمة جدا، الكولاجين اللي هو نوع من انواع البروتينات، الكولاجين بياخد وقت على ما بيمشي في الجسم وعلى ما مفعوله بيزيد. يعني ما تجيش انت بشرتك شحبة وفي تجاعيد ومفاصلك وجعاك وتشرب اول طبق فانت كده تاني يوم هتبقى تمام، لا. الكولاجين عشان يبدأ جسمك يمتص ويبدأ يشتغل وياخد كفايته منه، بياخد لو انت منتظم على الكلام ده بياخد من اسبوعين ل4 اسابيع عشان نتيجته تبان. طب لو انا بقى عندي مشاكل في الهضم ومش هعرف اخد الكولاجين ومش بحب شوربة عظم البقر، او ان انا اخد الكولاجين من مصدر طبيعي، فانت مضطر ساعتها انك تروح الصيدلية وتجيب نوع كولاجين سعره معقول بالنسبة لك وفي نفس الوقت يكون منتج معروف والمادة الفعالة اللي فيه كويسة، علشان خاطر ما تبقاش بتدفع فلوسك على الارض. دي اول حلقة من حلقات لو انت فوق ال35 او لو انت فوق ال35، عشان نفضل محافظ على صحتنا ومحافظين على بشرتنا وكتلتنا العضلية ونظرنا وعظمنا وشعرنا وكل حاجة. الكولاجين مهم جدا جدا جدا، وده سر من اسرار طبعا ممثلين ومطربين كتير جدا ان هم بياخدوا المالتي فيتامينز وبياخدوا العناصر الغذائية مظبوطة. علشان كده هم بيوصلوا للمرحلة دي لانهم متابعين وبيمشوا على جداول. فاي حد محافظ على صحته، اي حد سواء كان لعيب كوره، ممثل، مطرب، محافظ على صحته، ممكن هو بقى عنده 50 سنه انت تشوفه عنده 30 سنه، ده بسبب ان هو بياخد اللي جسمه محتاجه. وربنا يدي الناس كلها الصحه. اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تكون عملت لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ولو عايزين نتكلم عن حلقه معينه اكتبوا لي تحت في الكومنتات نتكلم عليها ان شاء الله. واشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.